سعاد حسين، الرئاسة المشتركة لبلدية تربسوية. طبعا بسبب الحرائق اللي حصلت بمناطق الجزيرة السنة الماضية، فكان السنة في تحضيرات لهالمواضيع هاي تحفزا من انه يصير لا سمح الله اي حريق باي مكان. طبعا قامت بلدية تربسوية ككل البلديات والمقاطعة بتجهيزات أولية، بداية تجهيز الأطفاء مع طاقم الأطفاء على جاهزية تامة من أجل الحرائق. أيضا إقامة مناهل في كل مناطق البلديات والقرى اللي تابعة لبلدية تربسوية، إنشاء مناهل لتعبئة الماء من قبل الأطفاء في لا سمح الله إذا حصل أي حريق بأي مكان يكون المنهل قريب لسرعة الوقت لإطفاء لإخماد هالحرائق. أيضا تم توزيع فلكسات من الكانتون، هاي عبارة عن ترشيد عن عدم استخدام السجائر أو أي لأي نشوب أي حريق بالأراضي أو المناطق اللي تكون على حواف الطريق العام. فكان في تنبيه لهالمواضيع هاي وإرشاد لعدم الاستهتار بهالموضوع مثل ما حدث السنة الماضية. أيضا قمنا بالتعاون مع الزراعة بحواف الطريق بهالأعشاب اللي كانت على حواف الطريق، قمنا برش مبيد لإخماد هذه المكان اللي يكون فيه كمية من الزراعة اللي عم تطول هالأعشاب لحرقها. أيضا كنوع للحفاظ على الأراضي الزراعية اللي تكون مقابل حواف الطرق. أيضا توزيع أرقام الهواتف على المؤسسات وعلى جميع حتى عن طريق على الفيسبوك لحدوث أي طارئ يكون لدى المواطن رقم الهاتف يتواصل مع البلدية لإخبار طاقم الإطفاء لأي حريق ينشب بأي مكان، يكونون على جاهزية تامة لتلبية طلب المواطن أو أي إنسان يتوجه إنه يخبر عن هالأرقام اللي توزعت وتعممت على كافة المناطق. طبعا مو بس بلدية تربسوية، بكل المناطق، حتى إذا صار أي حريق بأي مكان سواء بقركيلكي أو حتى بتل حميس، إطفائيتنا أو على جاهزية تامة أن تروح تخمد الحرائق. فهو عملية تواصل وتنسيق ما بين كل الأطفاء. مع العلم في حاليا 4 مراكز لبلدية تربسوية موجود فيها إطفائية، في معشوق مفرق معشوق في إطفاء، في تل معروف في كمان في إطفائية، في أبو فرع في إطفائية، في عند مدخل الحاجز شابو. تقريبا حاليا 4 إطفائيات مع إطفائية تربسوية، هاي على جاهزية تامة لأي حدوث أي نشوب أي حريق بأي مكان، على جاهزية تامة الإطفائيات تقوم بعملها. وبالإضافة إلى الإرشادات اللي عم أيضا من كمان بالنسبة للإطفاء كان في تعميم إنه كل إطفائية يكون فيها طفاية أو اسطوانة إخماد حرائق لكل حصادة، حتى السعة 25 ملغ تكون جاهزة، تكون كمان من الاحتياطات للحصادات. هاي كمان كانت على عاتق البلدية والزراعة، طبعا بالتعاون مع الكانتون والمقاطعة والبلديات ككل مع الزراعة بهالموضوع هذا. أكيد هلا نحن على جاهزية تامة مثل ما ذكرت، من حيث المناهل اللي تكون قريبة على مواقع الأراضي الزراعية إذا أي حريق نشب. بالنسبة للإطفائية طاقم الإطفاء على جاهزية تامة لأي حدوث طارئ سواء ليلا أو نهارا. في مناوبات في لجنة غرفة طوارئ رح تكون متواجدة بالصوامع أيضا لهالموضوع هذا، على استقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. بالإضافة لحتى كرئاسة مشتركة وأندام البلدية كمان على جاهزية تامة مثل ما السنة الماضية، لأنه شاركنا بكل الحرائق. صدقا كنا نطلع مع الأطفائية لإخماد هالحرائق. كإذاعة نتمنى أنه كمان تقومون بدوركم بهالعمل هذا. أيضا نناشد الأهالي يحافظون على أراضيهم، يكونوا في حرص لهالأراضي، ونطلب من المواطنين انه كمان ما يستهترون بهالاراضي الزراعيه. عقب سيجاره يمكن يحرق اطنان من الاراضي الزراعيه، فيكون شوي الانسان يكون عنده وعي، مثل ما يحافظ على ارضه يحافظ على ارض غيره. يعني مثل ما يقول المواسم رزق انسان وعلى الابواب، مثل ما يقول اللقمه توصل للثم واخر شيء يعني يحترق ارضه، كمان هاي كارثه. فنتمنى الشعب كله يكون يناضل بهالموضوع، لا ما يصير حريق مثل السنه الماضيه.